مع السلامة يا حبيبتي، خلينا نشوفوكي. مع السلامة. شفتي يا اختي ايه اللي هي لابساه ده؟ عاجبك العباية اللي هي لابساها؟ دي حاجة بصراحة الله المستعان. هي فقيرة يعني ولا مش هتعرفش تجيب عباية جديدة تجيبيها؟ ولا هي مستهزئة بينا ولا ايه؟ ايه المنظر اللي جايباه ده؟ والله العظيم ما منظر واقول لك ايه، ولا الشحاتين يمشي بالمنظر ده. هتقول اجيب منين؟ الخير كتير يا اختي، بس انا اقوله ايه بقى؟ النفس هي اللي شحيحة والعياذ بالله. الله المستعان، ربنا يهديها يا شيخة. على طول تقول مفيش مفيش مفيش. ده منظر تيجي بيه، ده منظر تخرج بيه. اكيد مستهزية بينا. ربنا يعافينا منها ومن اللي زيها. يا ست سيبك، يمكن هو ده ذوقها في اللبس. كل واحد ليه ذوقه، فاحنا مش هنحجر على اراء الناس وعلى لبسها. هو ذوقها، كل واحد ليه ذوق. في ناس بتحب الذوق في اللبس كده. الله يسهل له. يا اختي انت كمان ذوق ايه بالله عليك؟ ده لبس يعجب حد ولا ده يعجب ذوق حد؟ هي اللي بتسترخص وهي اللي بتمشي امورها عشان خاطر ما تصرفش. يا ستير يا رب. مش عارفه الناس دي هتجيب ايه ده بالله عليك. ده منظر بتنكسف حتى لولادها اللي بقى طولها. ودي منظر عبايه تمشي بيه؟ لا بصراحه انا مرضاش امشي كده ولا اروح عند حد بالمنظر ده ابدا. بقول لك ايه، براحتها، قلت لك براحتها. وبعدين انا مش مرتاحه لكلامنا ده. هي واحده غايبه ومشت، الله يسهل لها. كنت بتكلميها بكل ذوق يعني وحلو وهي قاعده. ارجوكي بالله عليكي. الله يسهل، مش مرتاحه بصراحه، فخلاص كل واحد يلبس اللي هو عايزه يا ستي. الله يسهل له. على العموم يا حبيبتي انا ما اقصدش حاجه. يا ريت بس ما تروحيش تقولي لها. انا بس ليا ذوق كده وبحب شمش انضف حاجه واحسن لبس. يا ريت بس يعني انا كمان ما اقصدش حاجه على فكره. انا ما اقصدش حاجه خالص. فيا ريت بس ما توصلهاش الكلام. الله يسهل لها. الله يسهل لها يا ستي. انا بس عايزه اتشرف بيها يا قريبتي برضه، ما احبهاش تيجي عندي بالهدوم دي، مش اكتر. الله يسهل لها. السلام عليكم ورحمه الله. المشهد اللي حضراتكم شفتوه ده من اسوأ المشاهد اللي بنعاني فيها بصراحه في امتنا، امه محمد صلى الله عليه وسلم. مشهد لا يرضي الله ولا رسوله. مشهد كله غيبه ونميمه وحقد والعياذ بالله وسخريه من الاخر. وناس قول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. ليه كده؟ ليه نسخر من بعض؟ ليه نغتاب بعض؟ الغيبة خلتها شرفت واهلا وسهلا ومع السلامة، وبعد ما مشت اغتابتها. شيء حقير، حقير لصاحبه. وصاحب الفعل ده بصراحة فعل شنيع. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ايه التفسير ده؟ سبحان الله، ربنا وصف شنيع لا احد يتخيله يعني يتقبل ان ياكل قطعه من لحم اخته او اخيه ميتا، والعياذ بالله، نسال الله العافيه. عايزه اسال حضراتكم رايكم. ربنا يجنبنا الغيبه يا رب، ويجنبنا السخريه، ويهدينا جميعا، ويهدي قلوبنا يا رب، اللهم امين. اسال حضراتكم، الطرف الاخر، رد الطرف الاخر على الاخت اللي بتغتاب، هل ده رد مقنع؟ كان ممكن في حد يعني دي ممكن تسكتها اكتر من كده، فعل افعل يعني تفعل شيء اكتر من كده تسكتها بيه، تفهمها ان الغيبه حرام، تفهمها ان ده سخريه ولا يجوز. يعني لو اكتبوا لي في الكومنتات لو سمحتوا، واشتركوا في القناه بعد اذنكم، عشان نعمل فيديوهات كتير قوي بالنسبه للموضوع، الحالات ديت والمشاهد ديت، تعرفنا كلنا ايه الصح وايه الغلط، ونعلق عليها باذن الله مع بعض. ويا ريت تعرفوني الرأي، هو ردها صح كده مقنع كده، ولا كانت ممكن ترد برد اقوى من كده على الاخت اللي بتغتاب؟ ربنا يهدينا ويهديها جميعا يا رب، ويهدي ولاد المسلمين اجمعين. وان شاء الله يا ريت تفعلوا الجرس للقناه عشان يوصلكم كل جديد، وتشتركوا في القناه وتفعلوا وترفعوا الفيديو بلايك. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.